برضو احنا في ظروف مش طبيعيه على الاطلاق. يعني اساسا الظروف الاقتصاديه في البلد كانت مش طبيعيه، ودلوقتي بقت الظروف الانديه مش طبيعيه. خلاص. طبعا انا لا انكر ان الناس ليها فلوس وان من حقها تاخد الفلوس وكل الكلام ده. بس احنا لو ماشيين في ظروف طبيعيه زي ما انا قلت لك في البدايه، ان احنا لما كنا بنجدول شيكات للاعب او لنادي او عارفين في فلوس فاحنا في توقعاتنا ان في كاش فلو، في يعني فلوس داخله. خلاص. زي ما قلت لك من رعايه، من تلفزيون، من ايرادات ماتشات، من كل الكلام ده. مره واحده ما بقاش في حاجه بتدخل. خلاص. فمن الطبيعي ان يبقى في نوع من التعثر. خد بالك قبل توقف الدوري الكلام ده، يعني برضه في تاخر من قبل الماتش. التوقف الوحيد اللي كان فيه ده كان بالاتفاق. طالما احنا متفقين خلاص. يعني فكنا متفقين على الجدول، على التأخير، وكنا متفقين. انا شخصيا بتوع الجونة اللي زعلانين مني، المهندس احمد الصحيفي، الحاج احمد الصحيفي، اللي هو زعلان مني. انا الحقيقة يعني انا امبارح بالليل كنت مستني، عرفت ان هو اتصل بيا وانا ما لقيتش اسمه على التليفون. الحقيقة فوجئت النهارده بيقول ان هو هيرفع قضيه باين وهيعمل الكلام ده امبارح. حاجه كده يعني. طبعا انا ما باخدش بكلام المواقع ولا الكلام ده، لان الكثير من المواقع بتقول مش هقول كلها غريبة. بتقول اخبار مش صحيحه. انما انا كنت متوقع ان الناس يعني، طب ما احنا برضو لينا فلوس بره، فلوس ما بتجيش. ما هو مش هم بس اللي ليهم فلوس، ولا احنا بس اللي علينا فلوس، ولا انما الظروف الغير طبيعيه اللي هي، وانت تقدر تقول لي ترجمتها بالعربي تبقى اكتر، اللي هو الفيرست ماجور، اللي هي القوى القاهره. طب دي قوه قاهره، القوه القاهريه اللي احنا فيها دي وتستلزم ان ما حدش يشتكي حد. يعني ما كلنا في الهم سواء زي ما بيقولوا. يعني انت بتقول مثلا، يعني معلش طبعا انتوا لكم حق. انا بقول انه ده. عيب ان حد يقول انا هرفع قضيه على نادي الزمالك علشان شيك. عايز تشتكيني في اتحاد الكوره، حقك تشتكيني في اتحاد الكوره. انما تقول انا هرفع قضيه عشان شيك. عايز تشتكيني في اتحاد الكوره، حقك تشتكيني في اتحاد الكوره. انما تقول انا هرفع قضيه على الاقل في قائم بالاعمال. يعني انك انت بتشتكي في اتحاد الكوره لما ترفع عليه قضيه. اتحاد الكوره اللي موجود دلوقتي القائم بالاعمال قادر على اتخاذ قرارات؟ ما هو عنده لائحه لشؤون اللاعبين وعنده كل الكلام ده. يعني قصدي ان ما حدش اوقف اللوائح اللي اتحاد الكوره شغال بيها. فهو ممكن يقدم شكوى، والشكوى بعد ما تروح الاتحاد تجي كان متوقع ان بعد عوده رحيل المجلس اللي انت حضرتك كنت متواجد فيه، كان في كلام كتير عن المستشار جلال ابراهيم، عوده الاستاذ ممدوح عباس هتحل اشياء كثيره جدا، ولكن انا علمت ان هو حلف ان هو مش هيدفع ولا جنيه تاني، والا هيدفع مثلا فلوس وياخدها بعد كده، لكن هو حلف انه مش هيدفع ولا جنيه. ما فيش فلوس جايه بعدين، طب يدفع ليه دلوقتي؟ ما فيش فلوس جايه بعدين. يعني انا ممكن، انا عارف ان انت جاي لك فلوس، خلاص انا اديك فلوس عشان تمشي نفسك، ولما تجي لك الفلوس رجعها لي. انما انت كمان انت مش جاي لك فلوس، طب انا اديك فلوس ازاي يعني؟ طب اقول لك حاجه يا دكتور، مش عارف طبعا، هو عيب ان انا، لان لازم الاستاذ ممدوح عباس هو اللي يكون موجود، بس فكره وجود الاستاذ ممدوح عباس نفسه كانت فكره وجود ان هو رجل راسمالي قادر على الصرف وقادر على حل المشاكل الماديه لنادي الزمالك. دي الفكره، لان هو عاشق لنادي الزمالك، وفي مئات الناس بتعشق نادي الزمالك، ففكره وجوده كانت هي فكره وجود الراسمالي القادر على انقاذ الزمالك. ممدوح عباس ليه في نادي الزمالك 42 مليون جنيه. يا مديونيه على نادي الزمالك 42 مليون جنيه من اجمالي 60 مليون، وهو متنازل عن 18 مليون. فيعني ما ينفعش تطلب منه اكتر من كده يعني. تمام. يعني انا ليا 42 مليون واتنازلت عن 18 مليون او 16، مش فاكر الرقم، انما من 16 ل 18 مليون. فما تقدرش يعني. صح. يبقى كتر خيره يعني. يبقى كتر خيره طبعا. ما تقدرش تعيب عليه او تقول له لا انت لازم تدفع تاني او الكلام ده. خلاص. انا متاكد ان لو في ظروف طبيعيه،
يمكن في الظروف الطبيعيه احنا ما كناش هنخش في الازمه دي خلاص، لان كان في جاي تدفق مالي ظاهر ان هو هيجي. الناس كلها يعني انت عندك بوتيكات عايز تبيعها خلاص، في الظروف الطبيعيه كانت هتتباع وكانت هتجيب فلوس وكانت هتجيب دخل. النهارده السوق واقف، مش عايز اقول اكتر من فكره كلمه عدم واقف. بيع شيكابالا رغم ان مفيش ماتشات مؤثره يعني. انت برضو في النهايه انت بتلعب في بطوله افريقيا، وهي بطوله تعني الكثير لنادي الزمالك. انت هو كان المفروض يسافر ويرجع امتى يا دكتور؟ بعد السنه الست شهور، يعني تكون انت خلصت الماتشات ال 32 وال 16 يعني يرجع يلعب معاك دوري المجموعات. طب ما انت لازم توصل دوري المجموعات. يعني هو ما لعبش الماتش الاولاني كده كده من غير حاجه طيب يعني. اوكي، سوات ما هو قد يغيب للاصابه عن اي مباراه، انا ما بقولش لا. انما ما يبقاش انت اللي بتسيبه. مش في الصين كمان. مش عايز اقول مش الصين عشان انا ما اعرفش الصين شكلها ايه في الكوره يعني. لا طبعا مش متابع على الاطلاق انا الكوره في الصين، ولا هي من البلاد الشهيره ان مثلا لما هيلعب مستواه هيعلى او يرتفع او يختلف. انما الفكره انك انت في احتياج لوجوده، لان انت حاصل على 5 بطولات افريقيا. الاهلي صاحب الريكورد حاصل على 6. فانت لازم تسعى جديا انك انت تجيب البطوله السنه دي عشان تساوي الرقم القياسي في الحصول على البطوله. محمد فؤاد كان ليه اغنيه اسمها الحب الحقيقي. ايه حكايه ايه الحب اللي نازل على الاهلي والزمالك دلوقتي، ولاعيبه الزمالك راحوا يزوروا والجهاز الفني يروحوا الاهلي وجماهير الاهلي والزمالك بيتحدوا مع بعض هل ده فعلا حب حقيقي ولا حب وقتي؟ انت فاهم قصدي؟ هو تقدر تقول ان هو حب مشاعر. الظروف العصيبه اللي بتمر فيها البلاد من ناحيه، وبيمر بيها جماهير النادي الاهلي من ناحيه، بتقرب الناس من بعضها. يعني انت تلاقي الناس متخانقه وفيها بينهم مشكله، بس يجي ظرف وفاه او حاجه تلاقي الناس بتتلم تاني وبتبقى مع بعضها. فهي الظروف العصيبه انت تقدر تقول هو توحد مشاعر اكتر منه. ما اقدرش اقول حب، يعني انا ما اقولش ان الاهلاويه هيحبوا نادي الزمالك او الزمالكاويه هيحبوا النادي الاهلي. انما هي المشاعر متوحده، لان اللي حصل كان كبير. يعني هو نتمنى يا دكتور ان هي ما تكونش يعني وقتيه، يعني يتمنى. لا انا اتمنى من كل قلبي ان ما فيش حاجه ان المدرجات تهدى بقى. والاعلام يهدى، واللعيبه كمان تبقى سلوكها مع بعض في الملعب مختلف. انت كنت لعيب كوره خالد، ولعبت ياما، لعبت اهلي وزمالك وزمالك واسماعيلي وزمالك الوضع في الملعب مختلف عن المدرج طبعا. خلاص. يعني انتوا بتلعبوا في الملعب، في الملعب انت بتدوس واحد تاني بيدوس، بيبقى عندك الحماس انك تكسب. انما في النهايه اللعيبه دي كلها اصحاب، واللعيبه دي كلها بتروح المنتخبات سوا. عارف ليه يا دكتور؟ لان احنا بنوصل لمرحله انا متاكد مليون في الميه ان انا النهارده لا ايه اللي هكسب لا ايه اللي هتغلب لا ايه اللي هتعادل. اللي في المدرج ما عندوش غير حل واحد، مكسب، عايز يكسب. لكن الرياضي اللي مارس رياضه ومارس كره قدم عارف ان ممكن جدا اتغلب. هو في حد ما بيتغلبش؟ البرازيل بتتغلب. يعني اذا كان يعني فهمت قصدي يا دكتور؟ لان الرياضه هي كده بالظبط. احنا بنوصل كرياضيين بيبقى عندنا قناعه، يقول لك ده ما عندوش دم، ده ما يعرفش ايه، لان احنا وصلنا لمرحله ان الرياضه كده لازم هتكسب مره وتخسر مره، وتبقى وحش قوي تكسب، وتبقى عمال تجيب كوره في العرض وما اعرفش ايه، واحد هجمه مرتده جون وربنا مش رايق. يعني عايز اقول لك حاجه، ماتش النهائي الكاس بين امبي والزمالك، امبي راح كورتين جون بس الثانيه اوف سايد على فكره. لا 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 لا, لا عيده اوف سايد. لا لا مش اوف سايد. طيب طيب معانا على التليفون الاستاذ احمد الصحيفي. اهلا بيك يا حاج احمد. يا دكتور وازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا استاذ احمد؟ حبينا يعني نهدي النفوس. لا لا هو الدكتور عبد الله يعني حبيبي، ومن الناس اللي الواحد بيعزهم فعلا والله العظيم. انا عارف، بس يعني هو الظروف اللي اتحط فيها نادي الزمالك حط فيها نادي الجونه. مش اكتر. انا كنت منتظر بس يا دكتور عبد الله، يعني حتى لو هاتف لاي عضو مجلس اداره في نادي الجونه لينا في خلال الفتره اللي فاتت دي ما كانش في اي تليفونات من نادي الزمالك.
هو كان مستني بس تليفون من اي حد من نادي الزمالك. اتفضل. انا كان حصل بيني وبين حضرتك اتفاق ان احنا هنسدد الشيك على يوم الاحد او الاثنين. خلاص؟ النهارده كان الثلاث، ده كان التليفون بيني وبين حضرتك كان على اساس يوم الخميس، بعد كده قلنا هنستنى يوم الاحد. قلنا يوم الاحد او الاثنين. فاحنا النهارده الثلاث باين ولا الاربع؟ هو بص يا باشمهندس احمد، هو في بدايه الحلقه الدكتور عبد الله قال ان نادي الجونه ليه حق 100% في الفلوس. بس احنا بس عايزين نقدر بعض الفتره دي، لان فتره عصيبه عليا وعلى الجونه وعلى امبي وعلى الاهلي، لان فتره عصيبه جدا ان مفيش فلوس داخله. جبنا لعيبه كتير، مفيش دوري، مفيش رعاه، مفيش بث تلفزيوني. فيعني الجونه هياخد فلوسه وهياخدها، مفيش شك في الموضوع ده، بس ان احنا نصبر على بعض بس الفتره دي كلنا. اتفضل يا استاذ باشمهندس. كابتن خالد انا معاك في الكلام اللي بتقوله حضرتك، بس برضه زي ما في ظروف لنادي الزمالك في ظروف لنادي الجونه برضه. تمام صح، ما هو قال كده على فكره دكتور عبد الله. انا مش مختلف يا حاج احمد. تمام يا دكتور. هو بس يعني فعلا كلام حضرتك سليم 100%. ولكن انا شايف ان لازم الانديه كلها باشمهندس تعملوا اجتماع مع بعض بجد، لان لازم يكون في حل. هتدفعوا الفلوس اللعيبه ازاي؟ هل هيكون في دوري ولا مفيش دوري؟ موضوع البث التلفزيوني، موضوع يعني لازم الانديه تقعد مع بعض وتتفق على شيء، لان مش معقول هتفضلوا تطلعوا فلوس 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 ومفيش عائد. دي مشكله ثانيه المفروض ان انا لسه بقول لحضرتك، يعني كان المفروض احنا بعتين استجواب برضه لاتحاد الكوره ان يرد علينا، يعني يا ابيض يا اسود. اولا بطوله الدوري في الوقت الحالي صعب استكمالها الا بعد القبض على كل الناس اللي ارتكبت المصيبه اللي هي بتاعت استاد بورسعيد. يعني نادي الجونه مش هيلعب برضه ولا هينزل ارض الملعب الا اذا كان القضيه دي اتقفلت بمحاكمه الناس البلطجيه ومحاكمه الناس المحرضين ومحاكمه الناس اللي ساعدتهم على ذلك. تمام. دي نقطه. يبقى طالما شايفين ان في تاخير لحد دلوقتي يبقى خلاص نلغي الدوري عشان نعرف برضه احنا في لعيبه جايه لها عرض من في الدول الخليج نقدر نطلع لعيبه دي بالظبط. بالظبط والله، ونستفيد ماليا. صح. تمام. لكن مفيش رد واللي ايده في الميه مش زي ايده في النار. يعني ان الانديه كلها 19 نادي حاليا بتمر بظروف صعبه. عايزين فين الاب الروحي بتاعنا او فين الاب المسؤول عن جميع الانديه اللي هو اتحاد الكوره. تمام. اتحاد الكوره المفروض لازم يكون في اجتماع فوري، هنستكمل الدوري او مش هنستكمل الدوري. تمام. يبقى عرفنا النقطه دي نقطه وعدت. زائد ان حضرتك انا لما بتكلم على شيك نور، احنا دكتور عبد الله احنا ما خدناش ولا جزء من فلوس نور مبدئيا. حتى لو جزء بس اسدد، احنا برضه زي ما حضرتك احنا طلعنا نور، اضطرينا برضه نجيب لعيبه ثانيه عشان تسد برضه مكان نور. تمام. جبنا لعيب من المنصوره، جبنا لعيب من النادي الاهلي، جبنا لعيب من كهرباء اسماعيليه. برضه انا مطالب بدفع فلوس هناك، انا مطالب بدفع برضه ان في شيكات عليا لازم مطالب ندفعها. تمام. فبرضه انا ويمكن حضرتك عارف يا دكتور عبد الله اتكلمنا ان انا في لعيب منصوره المفروض مطالب بفلوس، بيطالبوا بفلوسهم برضه. يا حاج احمد هم من حقهم يطالبوا بفلوسهم، وحضرتك من حقك تطالب بفلوسك، وكل واحد من حقه اللي ليه فلوس ان هو يطالب بيها، وده حق ما حدش يقدر يصادره على اي حد. بس انا وجهه نظري ان اذا كنت حضرتك او نادي ما هو نادي الزمالك ليه فلوس في البث التلفزيوني ما بيجيش، فزي نادي الزمالك ما بيجيلوش فلوس وحضرتك ما بيجيلكش فلوس، المنصوره لازم تستنى عليك والاهلي لازم يستنى عليك، لان احنا في ظروف قهريه غير طبيعيه على الاطلاق بتستلزم ان احنا نقعد مع بعض كلنا زي الاقتراح اللي حضرتك قلته وكابتن خالد قاله، ان يتم اجتماع لانديه على الاقل القسم الاول يعني. وكنت انا بشوف ان برضو الثاني والثالث من حقهم انهم يعرفوا راسهم من رجليهم ونعرف راسنا من رجلينا، عشان انا زي ما قلت سواء احنا او الاهلي او امبي اللي مرتبطين في افريقيا يمكن علينا حمل ممكن مش هيكون موجود على الانديه الثانيه، انما لازم في النهايه زي حضرتك ما قلت لو اتقال ما فيش دوري في انديه كتير ممكن تطلع اعارات للاعيبتها لغايه الموسم ما يرجع الزمالك. استاذ احمد طب ليه باشمهندس احمد، طب بكلم جد، احنا دلوقتي الناس هتسمعنا او بتسمعنا، ليه بجد ما تقرروش انتوا دلوقتي جواب من جميع الانديه الدوري الممتاز لابد ان يكون هناك اجتماع فوري مع اتحاد الكره المصري، الغي او ارجع، عشان دلوقتي انت عندك لعيبه عايز تطلعها، الزمالك عنده لعيبه عايز يطلعها،
تستفيدوا من 5-6 شهور لعيبه تروح تلعب ومستواها يزيد وتاخدوا فلوس وترجع لكم تاني الموسم اللي جاي، بدل ما تقعد تدفع فلوس للعيبه ما بتلعبش وما عندكش اي نشاط رياضي، عندكش اي اراده. وكمان كل شويه احنا مش هنسيب كل حاجه بقى يا باشمهندس بالظروف، احنا ونصيبنا، يمكن الدوري يرجع او ما يرجعش، طب نستنى، طب نشوف. وعلى فكره يا باشمهندس احمد، شهر 6 ما ينفعش يتلعب اي ماتش في الدوري لان 4 ماتشات للمنتخب ورئاسه الجمهوريه، فكده كده شهر 6 تشيله كمان. بص يا كابتن خالد، انا اقول لحضرتك حاجه، هو استكمال الدوري طبعا ده صعب جدا، انا شايف الفتره الحاليه حسب وجهه نظري البسيطه. اول حاجه احنا لاعبين 15 يعني لسه لاعبين 17 اسبوع، باقي 17 واسبوعين من ال 19 و2 يعني 21 اسبوع باقيين في الدوري يعتبر، زائد ان في ارتباطات للمنتخب الاولمبي وفي ارتباطات في المنتخب الاول، زائد ان عشان تضغط انت اصلا كنت بتلعب الدوري مضغوط كل 3-4 ايام ماتش، هتضغط فيه اكتر من كده، يبقى احنا لازم نطلع بحل قاطع. وبعدين لسه التحقيقات ما خلصتش بتاعت ماتش الاهلي والمصري، لسه ما خلصتش التحقيقات وما فيش اتحاد كره، ما فيش اتحاد كره. هي دي المشكله بقى. في انديه كبيره، مفيش اتحاد كوره، اهلي زمالك اسماعيلي مصري اتحاد سوري، اتحاد الانديه الكبيره تطالب بقى باجتماع، يعني مش احنا اللي بنطالب بالاجتماع، تطالب الانديه واحنا كلنا هنحضر. بس يعني انا شايف الانديه اللي هي يعتبر ليها باع كبير زي الاهلي وزي الزمالك الاسماعيلي، الانديه اللي تطالب باجتماع فوري مع اتحاد الكوره او مع المسؤولين عن الرياضه في مصر. تمام. مقرر. انا شايف ان يعني كل الحلول هتوصل للغايه الدوري السنه دي. ما شكلها كده. في عرض جاي لبوبا بره يبقى بس يبقى في قرار. في عرض جاي ل فيليبس يطلع فيليبس يبقى هيستفيد فنيا ونستفيد ماليا بدل ما احنا بنصرف كده. تمام باشمهندس. لكن ما ينفعش ان احنا كده مش عارفين حاجه خالص، لا عارفين نتمرن، بنتمرن 3 ايام في الاسبوع. اللعيبه كلهم بتسال، يعني حتى التمرين انا شايف ان هو هيكون غير مفيد، لان انا اللعيب بيتمرن وهو حاطط في دماغه ان مفيش لعب. تمام. ما يبقاش زي ما بيكون داخل على بطوله. باشمهندس احمد، دكتور عبد الله هتكلموا بعد الهوا ان شاء الله وتوصلوا لحل ان شاء الله. انا ما فيش بيننا وبين بعض حاجه. الزمالك برضه مش عايزين الزمالك يزعل نادي الزمالك، وعايزين ان فعلا الظروف لازم كلنا نلتمسها، ويا رب نعدي الفتره دي جميعا، يعني في الكوره وفي غير الكوره مصر تعدي المرحله الصعبه اللي احنا بنمر بيها دي بصراحه. وبعد كده يا باشمهندس هو بيقول لك يا حاج، ويعني يكون في وحده وطنيه برضه بين المسلم والمسيحي. هو بعدين انا عشان احنا لينا 3 ايام في مصر اهو، قاعد منتظر حد يكلمني، كان قال لي تعالى اتعشى حتى ولا نقعد شويه. وبعدين انا ليا عزومه عندك في الغردقه ما تنساش. تيجي الشرف يا دكتور والله. ربنا يخليك يا حاج احمد. خد بالك الاستاذ سميح حبيبه، الاستاذ سميح حبيب الدكتور عبد الله. هو عارف. ماشي يا باشمهندس احمد. الفتره دي وربنا يسهل ان شاء الله، حتى نتكلم بالتليفون مع بعض نقدر نتكلم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس احمد، بشكرك. بشكرك النهارده طبعا، باذن الله بقى بكره بعد صلاه الجمعه كده تقعدوا مع بعض وتهدوا النفوس. بعد بكره. لا بعد بكره. طيب ماشي دكتور، نرجع تاني. ايه رايك في اللي بيحصل في مصر الايام دي؟ يعني اقول لك حاجه انا اسف ان انا اقولها لك، يعني انا نفسها بضحك. يقول لك الدكتور عبد الله على بعض المواقع بياخد فلوس من الصفقات، يعني حاجه والله العظيم. يعني انا اعرف الدكتور عبد الله بابا كان بيصرف على النادي اساسا، يعني بيصرف فلوس. يعني ايه الكلام اللي بيتقال ده يا دكتور؟ تقول يعني الحقيقه كلام ما يتردش عليه. يعني كلام قله الادب، يعني كلام ما يعني انا اربى في نفسي ان انا اتكلم في موضوع زي ده. يعني كل اللي بيكتب الكلام ده يبقى لا هو يعرف مين الدكتور عبد الله جورج، ولا يعرف بس انا شخصيا اعرف، ولا يعرف مين جورج سعد، ولا عنده فكره عن حاجه خالص. ولازم يكون حاجه من الاثنين، يا مغرض يا مغرض يا مغرض يا مغرض. بالظبط. وممكن يكون مغرض. يعني هي دي الحاجه الوحيده. يعني شيء أسف له بشدة إن الأخلاق في مصر تتدنى إلى هذا الحد، وهي الحقيقة متدنية جدا في الأيام الحالية يعني. فأنا يعني أسف بشدة إن الناس يعني توصل لدرجة من
التدني الاخلاقي. التدني الاخلاقي بص يا دكتور، هي الحقيقه هي محتاجه كلام اكتر من كده بكتير. بس كلام اكتر من كده لو قلته على الهوا هتبقى شغلانه يعني. انما يعني اقدر اقول عليه اسفاف، اقدر وفي اكتر من كده بكتير. وانا غير، حتى لو اي حد يقول ان اللي بيتصدى للعمل العام انت تقول الصفقه دي فاشله، تقول الصفقه دي ناجحه، تقول الصفقه دي انما انك تيجي ناحيه عبد الله جورج سعد في فلوس يبقى انت مش من مصر خالص اساسا يعني. ولا عمرك تعرف في الرياضه، ولا عمرك تعرف في نادي الزمالك، ولا في مصر كلها. امشي في الشارع كده وقول عبد الله جورج سعد بياخد فلوس، اتحداك ان ما اكلت علقه ما يعلم بها الا ربنا يعني. لا انا شخصيا اعرف حضرتك تماما، بس انا حبيت اقولها بصراحه لانها استفزتني يعني عشان انا عارف حضرتك. ففكره ان حد ابتدى يعني، هي بصراحه بقت كمان لعبه مواقع غريبه قوي. بقت لعبه اثاره، بقت لعبه ان انا ممكن دلوقتي يعني يعني عارف اتكلم على سمعتك وعلى بتاع. والله انا لو اتكلمت على سمعه فلان ممكن الناس تخش على الموقع. والله لو انا قلت في سمعه فلان ومعيش اي ادله ولا اي حاجه، والله ممكن تنزل على اليوتيوب. عارف بقت فكره ايه؟ بقت فكره التدني الاخلاقي وصل للمرحله دي. وللاسف يا دكتور ما بقاش التدني الاخلاقي من بعض الغير متعلمين مثلا او بتاع. لا ده للاسف ده بتوصل لمراحل من ناس مثقفه بيضربوا بعض على الهوا وبيشتموا بعض وفي مجلس الشعب زي ما حضرتك بتشوف، والكلام اللي بيتقال يعني للاسف يا خالد البلد ما فيهاش كبير. البلد دي ما بقاش ليها كبير. الناس ملهاش كبير. كل واحد بيبقى عايز يعمل اللي هو عايزه. خلاص مفيش حد بيحكم حد. خلاص الدنيا منفلتة امنيا واخلاقيا. ويعني الحقيقة احنا بنعيش في وقت انا ما خطرش في بالي ان مهما ساء حال البلد دي انه كان ممكن يوصل للي احنا فيه. ده مستاء من اللي احنا فيه دلوقتي تماما. دكتور عبد الله، يعني هبعد عن الرياضه شويه، بس انا عمري ما كلمتك في الموضوع ده ولا تخيلته. حضرتك يعني ديانتك مسيحي وانا مسلم، وعمرنا انا وانت يعني انت عارف انت حبيبي كنا بنقعد مع بعض في الاوضه ونخرج. بس فكره تخوف المسيحيين من مجلس الشعب ومن الحزب النور ومن الحريه والعداله بتشوفها ازاي؟ الحقيقه هو يعني انا عشت عمري كله طبعا الموضوع ده ما بيشغلش تفكير الحقيقه خالص، لا في تعاملي مع الافراد ولا مع المؤسسات ولا مع اي حد يعني. شيء يعني عمرك ما تفكر فيه يعني. حياتي عمرها ما كان ده احد الاشياء اللي انت بتبني عليها علاقتك مع الاخرين على الاطلاق يعني. وانا كنت قبل كده مش فاكر في احد البرامج قلت ان انا من اصدق اصدقائي على الاطلاق. ده كان معك انت حتى الدكتور خالد الهضيبي ابن مرشد الاخوان السابق يعني. عشرة عمر يعني في الكليه سنه بسنه يعني ولا زلنا الى يومنا هذا علاقتنا ممتده بمنتهى الجمال اللي في الوجود. وسبت شقتك اللي كنت هتتجوز فيها لحسن شحاته عشان يقعد فيها اما رجع من الكويت. اصل انا مش محتاج ان انا ادلل على ان هذا الفكر عمره ما كان بيحكمني او بيحكم حتى الناس اللي حواليا يعني. انا ليا واقعه في كليه الطب في انتخابات معينه كانت احد الناس حاول انه يحط فيها سنه 70 موضوع مسيحي ومسلم. والناس اللي تصدت له مجموعه من اصدقائي اللي كلهم مسلمين. ولو انا ما كنتش انتخبت امين للجنه رحلات في اتحاد الطلبه كانت يمكن كليه الطب دي حصل فيها مشكله كبيره قوي. من كتر ما الناس بتحب، من كتر ما انا لا ما فيش الموضوع ده مش وارد خالص يعني. ف انا بشوف انه هو مش تخوف، انه تقدر تقول عدم راحه.
بعدين ابتدت تحصل ظواهر تقلقك بقى. زي ايه؟ اللي عمال يحصل في الكنايس اللي بتتحرق، اللي بتتكسر، اللي اخرهم الموضوع المؤسف العجيب بتاع تهجير اللي في العمرية والكلام ده. يعني انا يعني مصر دي يا خالد فيها اقباط. كل الناس اللي فيها اقباط، مسلمين اقباط ومسيحيين اقباط، لان قبطي ده مصري بالظبط. فاللي فيها كلهم اقباط يعني. ولو رجعنا سواء المسيحيين دلوقتي او حتى المسلمين من المصريين اللي جذورهم تمتد للمصريه، لو رجعنا بالتاريخ ورا من ايام الفتح الاسلامي، اهاليهم وجدودهم دول كانوا مسيحيين قبل الفتح الاسلامي. واحنا عندنا هويه مصريه. احنا هويتنا يعني الهويه المصريه دي اختلفت. الهويه المصريه دي جد عليها حاجات بعد حرب 73، جد عليها تغيرات. يعني قبل 73 كان الوضع مختلف تماما. احنا مش عايز اقول 73 انما نقول من 76 و77 بعد ما العماله اللي سافرت الخليج ابتدت ترجع. ابتدى يجي لنا فكر مش موجود في الفكر المصري، فكر لا يتفق والهويه المصريه. ابتدى يجي لنا فكر غريب على مصر. ابتدى يزرع حاجه المصريين ما كانوش بيعيشوها. ابتدى يعني فكر ابتدى الوهابي يخش مصر، وابتدوا الناس العائدين من الخليج وخصوصا من السعوديه ابتدوا يحطوا افكار جوا ناس. وانا شخصيا بشوف ان اللي وصلنا لكده النهارده هو غياب التعليم، هو اللي وصل ان الفكر يتدنى، وان يصبح انت من السهل جدا تأثر على واحد مش متعلم. واحنا للأسف عندنا في مصر كمية أمية كبيرة. انت من السهل انك تأثر على اي واحد بالدين، لان العقيدة هي اقوى ما في الانسان. تمام. اقوى حاجة ودي بقى الشخصية المصرية. خلاص دي الهوية المصرية. يعني انت هتلاقي ان المصريين متدينين مسيحيين او مسلمين بالظبط، العقيدة بالنسبة لهم مكون اساسي في شخصيتهم، حياتهم، خلاص، وفي حياتهم وفي اسلوبهم وفي كل الكلام ده. انت ابتديت تزرع من خلال الجهل انك تحط تفرقة دينية في مصر ما بين وانا ما بحبش كلمة عنصري الامة. احنا مش عنصرين في مصر، احنا عنصر واحد اسمه المصريين. احنا مش عنصرين، احنا مش مسيحيين ومسلمين، احنا مسيحيين سوري احنا مصريين، سواء كنا كده او كده. يا جماعة فوقوا، يا جماعة فوقوا. ما حدش هيكسب لو مصر دي اتقسمت. ما حدش هيكسب. وانا بدعو العقلاء من الجانبين، مش هقول لك ما فيش متعصبين مسيحيين، انما طبعا في الاكثر تعصبا جاي من الناحيه الاسلاميه. خلاص انا يعني ايه انت تطرد واحد من بيته؟ يعني ايه انت تحكم على واحد امشي من هنا واحنا هناخد فلوسك واحنا هنعمل واحنا ده التهجير ده. رغم ان انا سمعت امبارح ناس بتحاول تنمق الوضع وتديله صورة افضل شوية، وتقول ان لا ده كان عشان درء ضرر اكبر، احنا بنعمل ده علشان ندرء ضرر اكبر وكل الكلام ده، وبيحاولوا يحطوها في قالب. انما الواقع ان الناس دي اتطردت واتهجرت قصرا من مكانها، سابت فلوسها وسابت تجارتها وسابت بيوتها وسابت اراضيها غصب عنهم ومش بخاطرهم. بس عايز اقول لك حاجه، وده شيء عايز اقول لك حاجه بس بارقه امل برضو اللي استضافهم مسلم.
يعني عايز اقول لك ايه، يعني انا دي البارقه الامل اللي عندي يا انا فاهم متفاهم والله وجهه نظرك. ما ينفعش اي حد مهما كان يطلع اي حد من بيته، بس يعني مسلم مسيحي ده بيتي. يعني انا عايز اقول لك المشكله اللي حصلت في العمليه فيها 2 متهمين، واحد مسيحي وواحد مسلم. تمام. طب اشمعنى طلعوا المسيحيين بره وما طلعوش المسلمين بره؟ يعني اشمعنى اهل المسلم ده فضلوا قاعدين في البلد واهل المسيحي ده هم اللي اتطردوا من البلد؟ وبعدين في آية بتقول وتزروا ولا تزروا وزرة وزر أخرى. في واحد عمل حاجة غلط، إذا كنت عايز تطلعه من البلد طلعه، إنما أهله مالهم وجيرانه مالهم وقرايبه مالهم وكل الكلام ده. فده أنا كنت بشوف إن ده في تجني شديد. الحاجات دي اللي بتحصل تخليك تفكر، طب قدام بقى، طب أنا ممكن يجي واحد في البيت اللي جنبي يقول لك انا مش عايز مسيحي جنبي، ما الدنيا بقى ما هتمشي في غياب كامل لهيبه الدوله والقانون كامل. بس هقول حاجه يا دكتور، انا متفاهم لوجهه نظرك، بس احنا دلوقتي في مرحله صعبه. يعني احنا 85 مليون او اكتر. اللي بيحصل ده مش بيحصل على المسيحيين بس، ده في ناس دلوقتي عايزه بتفرق بين بورسعيد والمحافظات الاخرى. دي كارثه. مثلا في دلوقتي بيفرق بين الاحزاب وبعض. في الفن متخوف، الكوره بقت مثلا حرام، اتدمرت. يعني انا قصدي ايه يا دكتور، احنا حاله عامه. احنا دلوقتي انت عمرك شفتك في حياتك ناس ملثمين بيروحوا على بنك في 10 دقائق ويسرقوا الفلوس ويخرجوا؟ شفتها دي؟ كنت بتشوفها فين؟ كنت بتشوفها في افلام اجنبي. مش بقول لك غياب كامل لهيبه الدوله والامن. بس انا هنا بقى عايز اقول ايه، انا لكل طبعا المسيحيين، ان انا انت عارف انا كنت في مدرسه الاسلام الحريه، كان كل اصحابي يعني مسلمين ومسيحيين مع بعض وكده. فكره انا مش عايز بس يعني كل الاحترام والحب للمصريين المسيحيين، بقول لهم يعني مصر دي بلدكم وبلدي، وعايز اقول لهم ان احنا اوضاع صعبه بنمر بيها كلنا، فنستحمل بعض كلنا. زي ما قلت الجونه والزمالك وكده يستحملوا بعض، عايزين نستحمل بعض كلنا عشان نطلع من القصه دي. انا مش مختلف خالد، لازم نستحمل. لان خد بالك يعني في زي ما في سيء في مسلم او سيء في مسيحي، في كويس قوي في مسلم وفي كويس قوي في مسيحي. انا يعني في ناس كويسه قوي يا دكتور، في ناس وحشه، ودي ده شيء انا عمري ما كان عندي ادنى شك فيه. يعني ما هو انا النهارده انا وانت واحنا قاعدين نتكلم وكانت علاقتنا ايه واللي مستمره لغايه النهارده، انا عمري ما سالتها لك غير النهارده وبنكلم بعض. ده شيء طبيعي جدا. يعني يعني العلاقه وطيده ما بين المصريين، وانا مصمم على انهم المصريين. العلاقه وطيده. في ناس بتحاول انها تزرع، هي حاله عامه بتمر بيها البلد للاسف يعني، وانا مش باين انها هتتحسن. انا مش شايف للاسف. طب نتمنى، اتمنى واصلي معاك زي ما انت عايز، تفائل. ومش قادر مش قادر اتفائل. يعني كل يوم بتجيلك حاجه يعني تبقى عايز تشم نفسك، حاجه تديك فوق دماغك، عايز تشم نفسك حاجه تديك فوق. لا يعني يا جماعه الناس كلها لازم تعرف مصر للمصريين فقط. للمصريين فقط. للمصريين فقط. المصريين لا يسمحوا لاي حد من خارج مصر انه يخش في وسطيهم. في الاخر المصريين لبعض، لا هم للحته الفلانيه دي في البلد دي ولا في البلد دي ولا في البلد دي ولا في البلد دي. ما حدش عايز مصلحه البلد دي الا المصريين. بالظبط. ما تدخلوش حد في وسطيكم. ما حدش يعمل نفسه انه بيحب مصلحه البلد دي، لان مصلحه البلد دي ما حدش بيحب مصلحتها غير المصري. المصريين اللي بيقولوا عليهم حزب الكنبه، المصريين اللي هي الاغلبيه الصامته، دي الناس اللي بتحب مصر من كل قلبها. في ناس كتير اصحاب مصالح. انا بقول لهم بصوا لمصر وابعدوا وما تسمعوش لاي حد يحاول انه يفرق المصريين عن بعض. دكتور انا بشكرك، والدنيا جريت معانا، وبشكرك جدا وبتمنى لك دايما التوفيق يا دكتور، حسيت ان انت طلعت حاجات من قلبك النهارده. الحمد لله يا خالد، اشكرك على الوقت اللي اديتهوني،
واتمنى ان احنا يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله، ويكون التفاؤل اللي عندك اتنقل لي، او انا شفت ان في حاجه تستدعي مني هذا التفاؤل. تمام. طالما بنتكلم على حب مصر، عاملين تقرير عن حب